السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبيباتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل عام وانتم بخير، رمضان كريم ان شاء الله. النهاردة هنعمل مع بعض كيكة اسفنجية من البيت، كل مكوناتها من البيت، حتى الدقيق من البيت، دقيق عادي مكوناته كلها من البيت. معايا هنا 375 جرام من الدقيق منخولين، 300 جرام من السكر البودرة منخول برضو، 75 جرام من النشا، 8 بيضات، معلقة صغيرة ملانة من البيكنج باودر، ربع معلقة من بيكربونات الصوديوم، مية للعجن، معلقة خل، ومعلقة كبيرة من محسن الجيل اللي هو البونو. ومعايا هنا الصينية مبطنة بورق زبدة، مقاس 35 في 26، أو يعني الصينية كبيرة في المستطيلة بتاع الفرن. هنا بما ان معايا المحسن فهحط كل المكونات على بعضها، والدقيق والنشا والسكر وكله مع البيض مع كله هضربه مع بعضه. بما ان معايا محسن الجل، لو محسن الجل ده مش موجود الطريقه هتختلف تمام. هضربها بس كده بالويسك، بس عشان تسهل معايا عمليه الضرب، لاني مش هضرب في العجان، انا هضرب بالمضرب الكهربائي العادي. هضرب فيها شويه، حوالي 10 دقايق لحد ما تديني المنقار ده. مجهزه الصينيه ومبطناها بالورق الزبده، هنزل فيها بقى بالعجينه بتاع الكيك. هنزل فيها واحاول ان انا اسويها وانا بنزل بالشكل ده كده. هسويها بقى بالاسباتيولا كده على خفيف، وبعد كده افرغ منها الهواء. هجيب خله وافرغ منها الهواء بالشكل ده على شكل دائري كده، واديها خبطتين خفاف كده على الرخامه. او طبعا انا مجهزه الفرن ومسخناه على درجه حراره 180. بعد نص ساعه اختبريها، شوفيها هتبقى استوت، طلعيها ما استوتش، سيبيها 5 دقايق كمان. هي كده بعد ما طلعت هشه وجميله ومرتفعه. هوريها لكم كمان بعد ما تهدى. هنسيبها تهدى وتبرد شويه وبعدين نشتغل فيها. معايا هنا لبن، هاخد منهم كوبايتين من اللبن، هسقي بيهم بالكيكه واحليهم بالسكر. الكيكه اهي لونها ابيض وجميله وهشه جدا ومرتفعه، يعني انت ممكن كمان تعمليها تورتايه على طبقتين بالشكل ده. وانا هسيب كل المقادير بالظبط في صندوق الوصف. لو انت عايزاها اعلى من كده قسمي المقادير اللي معاكي وزودي على الكميه دي ربع كيلو كمان. بالشكل ده هنخرمها عشان نسقيها كويس. طبعا اللبن محلى بالسكر. هحط كوبايتين من اللبن. لو انت عايزاها يعني اللي هي بتبقى غرقانه في اللبن هحطي كوبايتين ونص. معايا بقى هنا 150 جرام من الكريم شانتيه، عليهم معلقتين كبار من الباستري كريم. هضربهم بيها. هحط بقى شويه سكر عشان انا معايا هنا الكريم شانتيه خام. هضربهم بقى بالشكل ده. ومعايا شويه من المكسرات للتزيين. احنا بعد ما سقينا الكيكه دخلناها التلاجة طبعا علشان تمسك نفسها شويه، عشان لما اجي افرد الكريمه تتفرد معايا بسهوله. كده هحط طبقه الكريمه وافردها واحاول ان انا اسويها شويه بالشكل ده. المهم ان انت تعمليها في البيت، سهله جدا وبسيطه وما تخافيش، يعني جربيها. مكوناتها كلها موجوده عندك في البيت، ان شاء الله تكون سهله وتقدري تعمليها كويس جدا. بالطريقه دي ما بتفرقش خالص عن اللي احنا بنشتريها جاهزه من بره، لا طعم ولا شكل، وخفيفه جدا ولونها ابيض زي القطن. انا كده هحاول ان انا افردها. انا هسويها يعني مش لازم اسويها انعمها قوي، انا كده كده بستخدم السكراب المشط في الوش، فعشان بيديها تجزيعات كده وبتدي شكل حلو. وانا بفضلها بصراحه في اي كيكه او اي تورته بستسهلها بصراحه بالشكل ده. بتبقى سهله في نفس الوقت بتضيع اي شكل مش لطيف في فرد الكيكه، وبتدي منظر حلو.
انا كده حاولت بس ان انا اقسمها على قطع بالخله، بس يعني مخططه بس بالخله كده عشان اعرف انا همشي ازاي. واحط بقى المكسرات على كل مربع كده حبه فستق او اي مكسرات المتاحه عندك بالشكل ده. انت ممكن في الاول تعمليها تورتايه كامله، تزوقيها وتقسميها نصين وهي تيجي طبقتين حلوين، وارتفاعها بعد كده يبقى حلو جدا، لان هي اساسا كده ارتفاعها مش وحش. زي ما انتوا شايفين هي كمان بعد ما قطعتها، شايفين الارتفاع مرتفعه وبيضه جدا، ما تفرقهاش عن اللي انت شاريها كيكه الفانيليا اللي انت بتشتريها جاهزه من بره. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم يا رب، وان شاء الله تنول اعجابكم. وما تخافيش وجربيه، وان شاء الله ربنا يصلح ما بين ايدينا وايديكم يا رب العالمين. هي بعد ما اتقطعت، وده قلب الصينيه عاليه وكانت هشه وطعمه فعلا. وربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم يا رب، والى اللقاء في فيديو جديد.